امبارح مسكنا نيجيريا، علمناها درس في الاجلي فوتبول. خصيناهم. احنا طول عمرنا ما بنلعبش كوره ممتعه قدام فرق غرب افريقيا، اللي هي فرق زي السنغال والكاميرون ونيجيريا، بوركينا فاسو، الفرق اللي عندها سرعات وقوه بدنيه. احنا ما بنفتحش ملعبنا قدامهم. ليه؟ لان هم متفوقين علينا في الحته دي. عقل ومنطق بيقول لك ان انت مش هتعرف تكسبهم في الحته دي، فانت بترخم عليهم. تفضل تلعب لو بلوك، تضيق مساحاتك، تلعب على مرتده، فاول، ركنيه، كره ثابته، ضربه جزاء. ما افتكرش في تاريخي ان انا كسبت فرقه من غرب افريقيا او جنوب افريقيا ان انا كنت انا اللي مستحوذ وانا اللي ضاغط وانا اللي بلعب ابدا. الا طبعا الفرق الضعيفه اللي زي مثلا موزمبيق، مش عارف، اثيوبيا، الفرق دي ده الطبيعي. انما انا بتكلم على الفرق الكلاس ايه، كاميرون، نيجيريا، غانا، الفرق القويه دي انا عمري ما كسبتها. امبارح العميد عمل كده، رصته صح، مع العلم ان هو كان عنده نواقص في الاطراف كويسه كتير جدا. بس هو استغل جاهزيه امام عاشور ومحمود صابر، اللي عملوا ثنائيه امبارح كويسه جدا. طبعا مع تألق هاني وزيزو. هاني الموسم ده عامل افضل مواسمه اللي انا شفته له على مدار تاريخه مع النادي الاهلي. هاني افضل موسم ليه. قدرنا ان احنا نكسب نيجيريا 2-1. نتيجه مش هقول لك مطمئنه، بس نتيجه تقدر ان انت تبني عليها. ان انت ما نيجيريا ما عملتش عليك اي خطوره، وده اللي انا مستنيه. ان انا لو لعبت فريق زي السنغال، نيجيريا، الكاميرون بعد كده ما يعملش عليا خطوره، ومع امكانيات الفرديه زي صلاح، مرموش، تريزيجيه، زيزو، امام عاشور، باذن الله اقدر ان انا اسجل واقدر ان انا اكسب. والله الموضوع مش صعب، بس الموضوع عايز ناس بتلعب بروح ورجوله، وان شاء الله التامنه معانا.